أظن فوز مهم لمنتخب الكوت ديفوار ليفتح له الطريق للتأهل للدور المقبل، يعني تعادل أو فوز سيتأهل مباشرة. قبل بداية المباراة تحدثتم عبد الله بأنها المباراة ذات رتم عالي جدا، على اعتبار بأن المنتخبين عندهم ذات الأسلوب ذات الطريقة أيضا بأنهم يقدمون انتصار في هذه المباراة، عندهم إمكانيات اللاعبين أيضا، وظهر واضحا على مجريات المباراة. صحيح أن المباراة ما فيها أهداف كثير، ومن يشاهد المباراة من بدايتها إلى نهايتها قد يعطي حكما بأنها مباراة مملة، مباراة ما فيها هجمات كثيرة، لكن الواضح بأن المباراة تكتيكية بحتة. نعم تكتيكية بحتة، وفيها قوة وفيها تلاحم ويعني الفريقين كانوا يعني ند لبعض، ولكن كانت فرص الإكوادور الشوط الأول أكثر من الساحل العاج، ولكن ما استغل الفرص، ما سجل هدف. الشوط الثاني أقل فرص واقل يعني مستوى ايضا، واقل يعني اللعب كان بوسط الملعب، كان في تلاحمات ايضا بوسط الملعب. الاهم بالمباراه الساحل العاج خطف المباراه وسجل بدقيقه 90 هدف قاتل سجله البديل ديالو. دائما مثل ما حكينا ما قدر يسجل المنتخب، ما استغل المنتخب الاكوادوري الفرص بالشوط الاول، خسر المباراه. ويعني مباراه مهمه جدا افتتاحيه. ساحل العاج الان بوضع يعني مريح، بوضع جيد، يعني مش يعني انت المباراه الاولى انك تكسبها وانت يعني الصراحه ما كنت الطرف الافضل بالمباراه كفرص، ولكن المنتخب الساحل العاج صبر ولعب لاخر نفس بالمباراه، والدقيقه 90 سجل هدف. هذا يحسب له، يحسب للمدرب قراءة المباراة، يحسب للمدرب التبديلات والبديل الناجح اللي سجل الهدف. هدف يعني ثمين للمنتخب ساحل العاج. ولكن يعني الأفضل كان بالمباراة كان الإكوادور، ولكن هاي كرة القدم. كرة القدم من يحرز الأهداف هو صحيح. من يأخذ الثلاث نقاط. لما سألتكم قبل بداية المباراة لو وضعتوا الفريقين في ميزان كفة تميل لمن، كلكم اتفقتوا على أنها 50-50. بعيدا عن الهدف اللي سجله ساحل العاج، الواضح أن فعلا هي المباراة كانت ذاهبة لل50-50، لأنه الفريقين سبحان الله كأنهم كل واحد فيهم لا يريد أن يخسر، لكن النتيجة في النهاية ذهبت لساحل العاج. لكن طارق شوف أنا بقول لك إن لم تسجل سيسجل عليك، هذا عنوان المباراة ككل. يعني في الشوط الأول أضاع لاعبي المنتخب الإكوادوري فرص حقيقية، من ضمنها الفرصة اللي ضيعها فالنسيا في الدقيقة 10، بعدها كرة في العارضة، بعدها كرة في العارضة، 3 كور إلى 4 كور في الشوط الأول كانت محققة، فأنت ما سجلت. فلذلك أنت تعرف أنت حرارة الجو في أرضية الملعب عالية. فالشوط الثاني التغييرات اللي عملها المدرب إيمير سفاي مدرب ساحل العاج كانت تغييرات إيجابية. دخول أمادو ديالو وخروج توريه، دخول أنجي، دخول أولاي، دخول إبراهيم سيجاري، دخول أوديلون، هذيلا أنا أشوفهم عملوا توازن، نشطوا من مستوى الفريق بشكل أكبر وكانوا إيجابيين. صحيح أن الإكوادور أيضا عمل تغييرات، ولكن التغييرات أنا أشوفها ما كانت فعالة بشكل كبير، ما كان لها تأثير في الشوط الثاني. فهي واضحة المباراة أصلا وملامح المباراة أنها حقيقي، يعني أنها هذه مباراة بالهدف الواحد فعلا. يعني المجهود الكبير في الشوط الثاني اللي قدم خاصة المدافع ستيفان سينجو في الهدف اللي سجله ديالو، مجهود جبار ويشكر عليه هو كلاعب. تمريرته لديالو بشكل ديالو كلاعب ما سيطر على الكرة إلا من لمسة واحدة ركنها في الزاوية البعيدة، ولذلك واضح ملامح المباراة أنها مباراة الهدف الواحد. قدر صراحة فريق ساحل العاج أنه يحقق فوز ثمين جدا اليوم على الإكوادور اللي هو الأفضل في هذه المباراة، ولكن دائما لم تسجل طارق راح يسجل عليك، وهذا اللي صار في المباراة ككل. يعني تذكر السادة المشاهدين بأن تغطية قنوات بين سبورت مستمرة، حيث هناك مباراة أخرى لمنتخب عربي الذي نتمنى له التوفيق، المنتخب التونسي، والذي سيواجه منتخب السويد في هذه المباراة التي سوف تنقل لحضراتكم مشاهدينا الأعزاء عبر قنوات بين سبورت ماكس 2 بتواجد الاستوديو التحليلي المصاحب والمواكب لهذه المواجهة بقيادة الزميل محمد سعود الكواري، بتواجد أيضا مجموعة من النقاد والمحللين في قنوات
بي إن سبورت. وهذه التشكيله طبعا المنتخب التونسي اللي نتمنى له ان شاء الله تعالى التوفيق في هذه المواجهه. مباراه الهدف الواحد، الواضح ان الفريقين لا يريدان الخساره، والمباراة لم تكن متحفظة، يعني لم تكن يوسف المباراة دفاعية بحتة، إغلاق المناطق الخلفية، الاعتماد على الكرات المرتدة. كل الفريقين فاتح ملعبه، ولكن سبحان الله هدف واحد فقط في المباراة. لا، هي كانت مباراة هجومية، يعني اللي شاهدنا الريتم كان عالي جدا، والمحاولات كانت يعني ما تخلق 4-5 محاولات في الشوط الأول، والمنتخب الإيفواري كذلك خلق يمكن فرصتين. الشوط الثاني كذلك شاهدنا يمكن 3 فرص منتخب الكوت ديفوار او فرصه لفريق المنتخب الاكوادوري. يعني كانت مباراه شاهدنا مباراه فيها رتم عالي، ولكن فيها كانت اندفاع بدني. الفريق دائما اعتمادا على القوه البدنيه وعلى الالتحامات. شاهدنا كذلك التغييرات، شيء مهم جدا يا طارق ان في مثل المباريات هذه مع الحراره مع العياء بعض اللاعبين تغييرات مهمه، خصوصا البدلاء. لما يكون عندك بدلاء في المستوى دائما ما تحقق نتائج، وهذا الشيء اللي عمل فارق في المنتخب الكوت ديفوار. تغييرات اعطت اضافه اكثر من المنتخب الاكوادوري. هذا هو الترتيب مشاهدينا الاعزاء الخاص بهذه المجموعه بعد جوله واحده. منتخب المانيا بصداره الترتيب متساويا مع كوت ديفوار، ولكن بفارق الاهداف لكل منهما 3 نقاط. اما الاكوادور مباراة الهدف الوحيد فقط من خلال ما تابعناه مشاهدينا الاعزاء بعد نهاية المباراة في الدقيقة او الهدف الذي جاء بالدقيقة 90. تغييرات كثيرة اجراها المدربين بشكل كبير، حاول قدر المستطاع بان يخرجان بنتيجة ايجابية، ولكن واضح ان البدلاء بالنسبة لساحل العاج هي من حسمت الامر. نعم صحيح، يعني البدلاء ساحل العاج كانوا الافضل، ويعني الدليل انه اللاعب البديل ديالو هو اللي سجل الهدف، وسجل الهدف يعني هدف ليس سهل، يعني انك تلعب بكره باللمسه واحده وتركنها بالزاويه. لاعبين البدلاء اعطوا نشاط، اعطوا حيويه للمنتخب الساحل العاج. شفنا يعني تنشط الساحل العاج باخر الدقائق، وحكينا انه المنتخب صبر، والبدلاء يعني اعطوا نفس للدقيقه 90 عندما سجل الهدف المنتخب الساحل العاج. طارق، احنا تكلمنا يعني لو رجعنا للمباراه وشفنا التغييرات في الشوط الثاني يمكن 10 تغييرات لكلا المنتخبين، 5 للاكوادور في التغيير و5 لساحل العاج. ولكن الفعاليه الهجوميه كانت في الشوط الثاني اكبر لساحل العاج، الرغبه كانت اكبر. من بدايه الشوط الثاني ما شفنا الا كره واحده لساحل العاج ارتكمت في العارضه، يعني في بوادر هجوميه موجوده، ولكن يبقى ان انت اليوم جودة اللاعبين الموجودة في ساحل العاج أعتقد أنها كانت هي اللي صنعت الفارق بشكل كبير في الشوط الثاني. لذلك لما شفنا التغيير أمادو ديالو في ساحل العاج، أمادو ديالو في مانشستر مقدم أداء جيد وثابت، وأغلب المباراة التغيير اللي عمل عماد دخل كوسومو اللي هو مدافع، أيوه، ولعب مهاجم. لا، دخلوا مكان دوي اللي كان ظهير ايمن، اوكي، وكوسومو اصبح قلب دفاع، اوكي، وسينغو اللي كان قلب دفاع في المباراه اصبح ظهير الايمن، هو اللي يطال الهدف. هو تغيير المدرب، نعم كان هو الظهير الايمن. ايوه سينغو. لذلك هو عمل المجهود الكبير، شاف ان الفريق يحتاج مثل نوعيه سينغو في الشوط الثاني، المجهود الكبير من المرمى للمرمى يجري بهذا الشكل ويعطي مادو. اعتقد شيء جيد يعني لديالو، شيء جيد. هذا يدل ان المدرب عارف امكانيات لاعبينه، تغير مراكز، يعني هذا يدل انه عارف انه هذا اللاعب بالوقت المناسب يمكن يكون على الطرف اليمين ويعطيني افضل من اللاعب اللي كان موجود، وفعلا صنع الهدف الوحيد بالمباراه. لكن يوسف الاكوادور كان ما يستحق الخساره. لا، يلومون نفسهم طبعا، كان ما يستحق فرص، ليش ما يسجلش، راح تعاقب. مش بس فقط على الفرص اللي ضاعت، على الاداء. لا، فرق في الشوط الاول ادائهم